بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة. النهارده قلنا نعمل صينية بطاطس كده بس بطريقة جميلة يعني. انا بحبها بالطريقة دي صراحة. انا حطيت دلوقتي اللهم صل على النبي 4 فصوص توم كده، بتبقى طعمها جميل قوي بالتوم، خلي بالكم. وخرطت بصلاية حلوة كده، وحطيت واحدة مرقة دجاج. حط شوية ملح، كتريش عشان مرقة الدجاج. وهحط الفلفل الاسمر له كده، وتدعكيهم بقى ايه دعكة حلوة كده ببعض، عشان البصلة احنا هنعملها نية. فتدعكيها كده عشان ايه تبقى طعمها حلو في البطاطس. ونحط شوية فلفل كده عليها، نجيبهم بس. قرن فلفل احمر كده كان عندي على كام قرن اخضر. كل احلى بقى صينية بطاطس صراحة. هحط البطاطس بقى ايه عليها كده، انا مقطعها كبيرة شوية علشان خاطر ايه ما تتهراش. مكتريش الاكل، اعملها على قد يوم بيوم كده، علشان خاطر ما يتكبش الاكل. الحاجة غالية، كل حاجة بقت ملهية نار. حد يصدق ان الفلفل الاخضر 50 جنيه الكيلو؟ عمرها ما حصلت. وكمان في ناس بتبيع الربع ب15 جنيه. حرام والله. فالواحد يعمل الاكل على قد اللي هياكله، بحيث ما يفضلش حاجة. نعمل كيلو واحد بطاطس. مية مية كده. وهنا حطيت معلقتين صلصة من اللي انا عاملاها، هي والله اللي انا عاملاها. شايفين؟ احلى من بتاعة الشارع الف مرة. بعملها في منتهى الجمال بقى، بتبقى كده طعمها وغير بتاعة الكيس والبرطمانات دي بصراحة. ودي بصوا البتاعة دي الدهنة اللي انا عاملاها مفرولة ازاي. بصوا بصوا بصوا، احلى دهنة عاملاها بطريقة جميلة برضو، نفعتني في البيت. رخيصة يعني، كيلو ونص ب100 جنيه. بتجيبيها تسيحيها كده، قطعي حتت صغيرة خالص كده وتسيحيها. حط لها كيلو لبن لو 2 كيلو، ولا لو يعني اكتر من 2 كيلو حط لهم كيلو لبن. انا كنت جايبة بصراحة 3 كيلو، حطيت لهم كيلو لبن، حطيت لهم كيلو ونص زيت كمان. اتفرجي بقى على جمالها بقى. كده الصينية تعتبر معانا جهزت. عشان حط لها شوية صلصة صغيرة، انا عندي صلصة بس انا مش عايزة، انا عشان احطها في الفرن فعشان تبقى شكلها حلو. هرص عليها كده كام طماطمية. تعالي بقى كل احلى صينية بطاطس. ده هعملها برا، بس هحطها في الفرن تاخد وش بعد ما اخلص.
بعد ما تستوي شوية. دوبك الطماطم الحمد لله. حطها على النار بقى تستوي واوريها لك بعد ما تستوي كده. اتفرجي بقى على شكلها وعلى طعمها بقى. الطعم احنا اللي هنعرفه، بس انت لما تعمليها هتعرفي طعمها ايه. اعمليها بنفس النظام ده. صينية البطاطس دي من احلى المأكولات بصراحة، بتبقى طعمها جميل جدا، بس لما تعمليها بايه بطريقة كويسة. انا هحطها على النار، لكن اللي بيطبخوها دول ما بحبهاش بصراحة مطبوخة. ما عملتهاش مطبوخة، انا ما بحبهاش الا في الترلي بس ممكن، لكن طبيخ لا. انا هحطها على النار تستوي شوية واوريها لك بعد ما تستوي. شايفين حبايبي؟ خلاص كده هي قربت تستوي. اللهم صل على النبي، استوت يعتبر. احطها بقى في الفرن. اهي استوت اهي خلاص اهي. احطها بس في الفرن تاخد وش، مش تاخد وقت يعني، حاجة بسيطة كده وهت ايه تكون استوت خالص. احطها بس تتحمر. وهنا حطيت حتتين الفراخ وهم هحطهم برضو معاهم. دهنت حطيت حتة الصلصة وشوية فلفل اسمر وندعة ملح وحطي معلقة زيت. الزيت بيحمرها احسن من السمنة. وهحطها معاها في قلب الفرن. وعملت شوية رز هم ابيض بحيث انها تتاكل مع البطاطس، بتبقى طعمه حلو احلى من ابو شعرية. احطها في الفرن، اطفي النار عليها دلوقتي خلاص كده، واحطها في الفرن تتحمر هي والفراخ واوريها لك. اتفرجي بقى على احلى صينية بطاطس، والله ريحتها قلب البيت كله. فص التوم ده بيخلي لها ريحة جميلة، بيخلي ريحة البطاطس حلوة كده وطعمها جميل. حطها تتحمر بس شوية كده واتفرجي على جمالها بقى. هتاكلي احلى صينية بطاطس، بس اعمليها بنفس الطريقة دي. ماشي يا حبايبي؟ شايفين حبايبي منظر البطاطس بصوا جميل ازاي؟ مش مكتره لها المية عشان تبقى طعمها حلو، يا دوبك كده تخلي الصلصة بتاعتها على قدها. شايفة؟ مستوية وجميلة اهي. المية بتاعتها مش كتير. ولا ريحتها والله في منتهى الجمال. بص الطماطم دي على الوش بتخلي لها طعم حلو وريحة حلوة. وبتبقى عاملة زي اللي هما بيجوا في الورق ده مع اللحمة، بس هي لو محطوط لها لحمة كنت اتفرجت بقى عليها. بس هي كده طعمها والله عسل عسل. انا ادوقها كمان. الله، طعمها حلو اوي والله. قرن الفلفل الاخضر ده، ولو عندك فلفل احمر فلفل اخضر فلفل اصفر قطعيه معاها. الفلفل بيخلي لها طعم حلو وبيخلي لها ريحة كمان. ما تفكروش ان الفلفل ما بيعملش حاجة، لا ده الفلفل جميل قوي. عايزاها حامي احط لها حامي، عايزاها بارد براحتك. عامة كل الفلفل اللي في السوق بارد مش حامي يعني. بس بصوا والله منظرها. لو عايزة وش تاني احطها، بس هي كده حلوة عشان تبقى طرية شوية. وادي الحتتين الفراخ حمرتهم معاها. شايفين جميلة ازاي؟ الاكل النهاردة مية مية. محمد هيجي من المدرسة يفرح يقول لي والله عملت لنا اكل حلو يا تيتا. اتفرجي. وشوية شوربة مش كتير، مش بعمل شوربة ياما انا، عشان لما تيجي تحطيها على الرز يبقى طعمها حلو. يعني شوية رز شوربة مثلا. انتوا كام نفر تعملي على قد الاطباق اللي عندي. اما لو كنت عايزة تعملي ملوخية بقى وبتاع زودي شوية. عايز تعملي حاجة تانية مثلا زودي شوية قلقاس. ملوخية هتعملي عليها تاني يوم عدس زودي شوية. لكن انا بعملها على قد اليوم يعني، عايزة ازود بزودها بعدين. وهنا عملت الرز اهو، عملته ابيض. الابيض مع البطاطس بيبقى جميل. بصوا مفرفر ازاي. بس ليه بقى؟ حطي معلقة السمنة، معلقة واحدة سمنة حسب الكمية اللي هتعمليها يا رب. بصي مستوي مفرفر ازاي، كله مفرفر. معلقة سمنة حطيها في البتاع اللي هتعملي فيها الحلة او الصينية او شوف كسرونة اللي انت هتعملي فيه. واغسلي الرز وحطيه عليه وخليه على نار متوسطة وشوحيه شوية، شوحيه عشان المية بتاعته تنشف اللي انت غسلتيه بيها. وتروح حاطله شوية المية السخنين. كل بقى احلى شوية رز، احلى من اللي معمول باللبن الف مرة والله. بعمله كده جميل جدا واحلى من ابو شعرية. غيروا شوية من ابو شعرية ده كل يوم شعرية شعرية، لا عملناه كده النهاردة ابيض. يا اكلة مية مية. اعمليها كده يعني اطبخي بنفس النظام ده الساهل ده. والله اللي في البيت كلهم هيقولك
طعم الاكل بتاعك مية مية. انا بعمله يا جماعة كده بالبركة والله، بس كله يعني ايه، باعتنا يعني، مش اي كلام اهو. اللهم صل على النبي. يلا حبايبي، تعملوه كده يا رب وتتهنوا بحق جاه النبي واهل بيته. مع السلامة حبايبي، مع السلامة. لايكات بقى وشيرين الكسوات.